تخيل معي، صفقة ب100 مليون يورو قد تغير مستقبل ريال مدريد. لاعب فرنسي يحلم بارتداء القميص الأبيض ويستعد للتضحية بكل شيء من أجله. نجم برازيلي في مفترق طرق، ومدرب يبلغ لاعبه المغربي بقرار قد يفجر غضبه. في هذا الفيديو نروي لكم القصة الكاملة لما يحدث خلف كواليس الميركاتو الملكي، من صفقات ضخمة إلى قرارات مفاجئة ومصير لاعبين قد لا تتوقعه أبدا. إذا كنت مدريديا حقيقيا اربط حزامك واضغط لايك واشتراك، لأن القصة بدأت في زاوية مظلمة من مكاتب مانشستر سيتي يدور همس بين الإداريين. رودري للبيع؟ ريال مدريد يراقب. الصفقة تبدو مثيرة، لكن خلف البريق يوجد خطر كبير. رودري خرج من عملية جراحية في ركبته، هل يعود كما كان؟ الصفقة قد تكلف أكثر من 100 مليون يورو، ومانشستر سيتي قد لا يرفض، فاللاعب تجاوز 29 من العمر. لكن هل هذا هو التوقيت المناسب؟ أم أن الانتظار حتى 2026 سيكون القرار الأذكى؟ إذا لم يجدد، السعر قد ينخفض إلى 60 مليون يورو. والسؤال هو، هل يقامر ريال مدريد بهذا المبلغ الآن؟ ساليبا، الحلم الفرنسي والصفقة المستحيلة. من قلب لندن، لاعب فرنسي ينظر كل ليلة إلى صور سانتياغو برنابيو. ويليام ساليبا مستعد للتضحية بالمال من أجل تحقيق حلمه. يرفض تجديد عقده مع أرسنال بسهولة. ورغم صعوبة الصفقة، إلا أن رغبة اللاعب قد تغير كل شيء. لكن مهلا، أرسنال يعرف قيمته، والمفاوضات ستكون كالجدار الحديدي. والصفقة ليست سهلة مثل كوناتي، فهناك فوارق ضخمة في العقود والمطالب. فهل يفاجئنا فلورنتينو بيريز من جديد؟ أم ينتظر حتى الصيف القادم لحسم الحلم الفرنسي؟ ناتشو وفينيسيوس، صدام غير متوقع. في حوار ناري على إذاعة الكادينا كوبي، صدم الجمهور بسؤال: لو كنت مكان بيريز، هل تبيع فينيسيوس؟ ناتشو بينيا أجاب: لا، لن أبيعه، لكنني كنت سأجري معه محادثة جادة. وأضاف بجملة أشعلت الجدل: نحتاج فينيسيوس الذي كاد أن يفوز بالكرة الذهبية، لا النسخة الحالية. هل بدأ صبر مدريد ينفد؟ أم أنها مجرد رسالة تحفيز للعودة إلى القمة؟ تشابي ألونسو يكشف خطة إبراهيم دياز. داخل مكاتب التدريب في فالديبيباس، اقترب تشابي من إبراهيم دياز وقالها بوضوح: لن تكون أساسيا، ولكنك السلاح السري. دياز سيكون ورقة هجومية متغيرة، يدخل ليحدث الفارق لا لبدء المباريات. الآن التحدي أمام المغربي، هل يقبل هذا الدور أم يجبر ألونسو على تغييره؟ هنا تبدأ رحلة إثبات الذات، وهنا تصنع الأساطير. فران غارسيا، مفاجأة في الدفاع. صحيفة ذا أثلتيك فجرتها: ريال مدريد حسم قراره، فران غارسيا سيبقى. عقده يمتد حتى 2027، وأداؤه في مونديال الأندية نال إعجاب تشابي ألونسو. المشروع الجديد يحتاج لاعبين جائعين للتطور، وغارسيا أحدهم. لا بيع، لا إعارة، بل فرصة لتثبيت مكانه في دفاع الملكي. رودريغو، القرار المصيري. من شواطئ الولايات المتحدة حيث يقضي إجازته، يتلقى رودريغو مكالمة عاجلة من ريال مدريد: عد فورا، هناك قرار يجب أن نتخذه. بعد كأس العالم للأندية سيجتمع مع الإدارة لتحديد مصيره، دور ثانوي أم مغادرة محتملة لجمع المال من أجل صفقة وسط عملاقة. رودريغو يريد الحديث مباشرة مع تشابي ألونسو، والمستقبل قد يحمل مفاجأة غير متوقعة. قصة الميركاتو الملكي بدأت للتو، وكل يوم يحمل فصلا جديدا. من تظن سيغادر؟ ومن سينقض بيريز عليه في اللحظات الأخيرة؟ اكتب رأيك في التعليقات.